بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد. سلام سلام الأغلى وأجمل متتبعات على قلبي، إن شاء الله تكونوا بألف صحة وعافية وانتم قاعدين تشاهدوا معايا في هذا الفيديو تاع نهار اليوم اللي جيت نشارك معكم فيه روتيني وتحضيراتي اللي تشك. قولوا لي نتوما وين واصلين في التحضيرات تاعكم، خلصتوا لي غاتو، حضرتوا كلش، سهليتوا في رواحكم ولا مازال؟ انا لهنا سي ديجا راني بديت بالنيتواياج مع نط بعدا في الصباح، نط شويه بكري. البارحة راني فتحت معاكم لايف باش شاركت معاكم اخر تحضيراتي من لي غاتو. بعد ما حضرت معاكم هادوك التحضيرات الاخيره تاع الغاتو رقدت صح روتار. خلصت اللايف بالك 3 تاع الصباح، خلصت اللايف ومن بعد رقدت كيما نط في الصباح، نط بكري ودرت هاد الروتين وهاد التحضيرات. بديت بالصالون، كيما على بالكم لازمنا نحضروا رواحنا ونحضروا ثاني دنيتنا باه كيما يجيونا الضياف يلقاونا متهليين في رواحنا ومتهليين ثاني في عتبتنا ولا في تاعنا. المرأة نظيفة تبان من عتبتها. لهنا بديت اول حاجه نيتوايت الصالون. الواحد حكم بلاصه هكا باش نتعاونوا، كيما على بالكم باللي المعاونه هي الصح. كيما تعاونوا مع بعضاكم راح تخلصوا ليه. بديت بالماء مسحته ونحيت له هذيك لابوسياغ، هي ما كانش فيه بزاف لابوسياغ اصلا. في هاد الايامات كاين شويه برد، ماناش قاعدين نحلو بزاف. ومن بعد عاودت مسحتهم بالبرودوي باش ولات لي فيهم هذيك لا بريونس. بالنسبه للبرودوي اللي نخدم به انايا واللي نمسح به المابل تاعي، كيما شفتوا معايا نستخدم تاع فور اكسبريس ويرجع لي المابل تاعي فيه واحد لا بريونس ما شاء الله. المابل تاعنا لازمنا نحافظوا عليه ديما، نمسحوه بالبرودوي اللي يعطيله هذيك لا بريونس وفي نفس الوقت ما نقيسوهش بالماء. الا كان قستي المابل تاعك بالماء رايح يفسد لك. بديت مسحت هذيك الخزانه كومبلي ورجعت لهادوك لي بانك ولا الكنابيات تاني مسحتهم. سورتو هما فيهم بزاف هادوك لي ديتاي والرشمه تاعهم فيهم بزاف. ثم خداو لي شويه وقت ومن بعد مسحت شويه تاع الحيطان ونتوايت الارض وبديت فرشت كيما شفتوا معايا. وبينه ما كانش نيتواياج وما كانش دار كيما تخلص النيتواياج تاعها، لكن نيتوايتي وما درتيش هذاك البخور سي تادير راكي ما نيتوايتي ما درتي حتى حاجه. الريحه تاع البخور هذا اللي شاركته معكم ما شاء الله. بعد ما خلصت النيتواياج درت شويه تاع البخور، بخرت الدار، جات فيها واحد الريحه اي واحد كيما يدخل للدار يشم هذيك الريحه تاع البخور ما شاء الله. وجيت لهنا نشارك معكم خبز الدار. كما شفتوا معايا لقيت اختي ديجا راهي نيتوايات الكوزينه. زدت انا بدلت بك الغلاف تاع لا طابل، كيما على بالكم باللي شهر كامل وانا مدايرت لها هذاك الغلاف اللي شاركته معكم من قبل. اليوم حبيت اني نبدل لها بالمناسبه تاع العيد اللي ان شاء الله يدخل علينا وعليكم وعلى كامل الامه الاسلاميه بالصحه والهنا. حتى دوكا راني نمونتي لكم في هذا الفيديو ونهضر لكم فيه بصح كلها ما على بالي الا كان غدوه العيد ولا كان حتى السبت. ان شاء الله يكون بالسبت هكا باش نزيدو نربحو شويه وقت ونزيدو نتهلاو في رواحنا. لهنا يا حبوباتي نروحوا للوصفه تاع خبز الدار. من العادات تاعنا ان نحضروه في ليله العيد ولا في ليله الشك. بالنسبه للوصفه هذه راني درتها بالسميد وراحين تشوفوا معايا النتيجه. يجيكم ما شاء الله خفيف ويجيكم شغل بالفارينه خفيف وفيه واحد البنه على الكيف. بالنسبه للمقادير تاعنا نحتاجو فيه 2 كيلات من السميد اللي تكون الحبه تاعو رقيقه، نملحوها ندخلو هذاك الملح مليح مع هذاك السميد. بعد ما يدخل لنا هذاك الملح رايحين نبداو نبسو في الكميه تاعنا تاع السميد بكميه من الزيت العادي، نبقاو نضيفو ونشوفو حتى نلقاو باللي السميد تاعنا راهو تبسس وتغير اللون تاعو. ومن بعد نسموه. بالنسبه للطريقه اللي نسمو بها الخبز الدار نضيفو كميه من السانوج للسميد تاعنا اللي كنا بسسناه. بعد ما نضيفو هذيك الكميه تاع السانوج رايحين نخلطو مليح الكميه تاعنا تاع السميد ولا الخليط تاعنا هكا باش هذاك السانوج يمشي لنا في كامل العجينه. وفي هذه المرحله راح نضيفوا الملعقه الكبيره من السكر العادي والملعقه الكبيره من خميره الخبز ونضيفوا لهم ثاني العظمه اللي تكون بدرجه حراره المطبخ. لازم العظمه تاعنا تكون بدرجه حراره المطبخ
ونبداو نجمعو في الخليط بكميه من الماء اللي يكون دافي. انا البنات كيما تبداو تجمعوا في الخليط تاعكم ضيفوا كميات صغيره من الماء هكا باش تجمع لكم العجينه تاعكم وتكون لكم مليحه، وما ديروهاش جاريه هكا على خاطر كون ديروها جاريه ماهوش رايح يتعجن لكم خبز الدار تاعكم. ديروا العجينه تاعكم طريه، عجنوها مليح، حطوها في البلان دو طرافاي وعجنوها، واللي عندها بيترا تقدر توضعها في البيترا تخليها تتعجن مليح حتى تولي لكم طريه والسطح تاعها املس. بعد ما تتعجن راح نسقيوها كما شفتوا معايا. بالنسبه لطريقه السقيه راح نسقيوها بكيله تاع الحليب اللي يكون دافي، ونكهوها بنص كيله تاع الماء زهر. من الافضل انه يكون راس القطار باش تبقى لنا هذيك الرائحه فيه، واللي ما عندهاش تستخدم كما متعوده اني نقول لكم ماء زهر تاع ناصح اللي رايح يخلي لكم واحد الريحه وواحد النكهه في خبز الدار تاعكم ما شاء الله. بعد ما تسقيوها راح تبقاو تضيفوا لها في كميات صغيره وتدخلوا فيها كما تكونوا قاعدين تسقيو فيها. قطعوا العجينه تاعكم بالطريقه اللي شاهدتوها معايا، وباذن الله عن قريب راني راح نعاود نشارككم معكم بكامل التفاصيل تاعو. لا كان عجبكم ولا كان حابين انكم تزيدوا تستفسروا عليه ونزيد نشاركو معكم بلي ديتاي، نزيد اكيد نشاركو معكم كوصفه. راح تبقاو تسقيو فيه وتضيفوا فيه في هذيك الكيله تاع الحليب ونص كيله تاع الماء زهر، تبقاو تضيفوا فيه كميات قليله حتى تطلق العجينه تاعكم وتوهم اللي شاهدتوه معايا. من بعد ما تطلق لكم راح تخليوها تختمر، توضعوها في باسينه ولا في حاجه اللي تكون تتغطى وتخليوها تختمر. كيما دوكا راهو شويه بارد الحال رايح يديلكم شويه الوقت في الاختمار. بعد ما يختمر راح تهبطوه للبلاطو. البلاطو تاعكم لازمكم تدهنوه مليح بالزيت هكا باش ما يلصق لكمش. توضعوا العجينه تاعكم تطرحوها بالطريقه اللي شاهدتوها معايا بيديكم بك، راح تضغطوا عليها وتهبطوها، ومن بعد تزينوها من فوق وتزيدوا توضعوها هذاك السانوج والجلجلان وتوضعوها في الفرن. بالنسبه للفرن راح تسخنوه من قبل على درجه حراره 180 لمدة 15 دقيقة. بعد ما يسخن الفرن تاعكم راح توضعوا البلاطو تاع خبز الدار وتخليوه يطيب لكم من تحت. ومن بعد ما يطيب لكم من تحت راح تزيدوا تشعلوا له من فوق هكا باش يدي هذا اللون ما شاء الله. وزدت اقسمته معكم جا واحد خبز الدار على الكيف يسخف، جا بساس خفيف على الكيف كما قاعدين نشوفوا فيه من داخل راهو تنمو خفيف مداير ليه هادوك الفراغات من داخل. وشوفوا كيما نضغط عليه خليوه حتى يبرد مليح باش تعودوا تخدموا فيه وباش تعودوا تقطعوه. يجيكم على كيف هاد الوصفة، جربوها بإذن الله راح تنجحوا فيها. بعد ما حضرنا الوصفة تاع خبز الدار وكانوا هما سي ديجا خواتاتي وكلش كانوا وجدوا لنا الفطار وفطرنا وخلصنا. بعد الفطار هاني لهنا جيت نوجد معكم الصينيه تاع العيد. تحت الصينيه تاعي تاع النحاس اللي كنت نتوايتها. اللي ما يعرفوش انها من نتوايو النحاس تاعهم واللي عندهم بروبلام يشريو النحاس ومن بعد كي تغير لهم اللون ولا كاش حاجه يقولوا لي راح نعطي لكم واحد الطريقه اللي تنظفوا بها النحاس تاعكم يولي لكم يلمع شغل هذاك وين شريتيها. وضعت فيها كامل لي كادو اللي حضرتها معكم بهذه الطريقه وجاتني الصينيه ما شاء الله تسخف جات بساس. غدوة بإذن الله راح نعاود نشارك معاكم الفيديو تاع اليوم الأول من العيد لكن كان غدوة العيد اللي إن شاء الله يدخلوا علينا وعليكم وعلى كامل الأمة الإسلامية بالصحة والهنا. وإن شاء الله يكون ربي يتقبل منا هاد الأيامات اللي صمنا فيهم ويتقبل منا العبادات والأعمال الصالحة في هذا الشهر الفضيل اللي عدى علينا على رمش عين. هنا يا البنات بعد ما قالوا لنا بلي غدوه بربي ان شاء الله رايح يكون يوم عيد وخلصوا الايامات اللي صمنا فيهم اللي عداونا على رمش عين، ونقول لكم صحه عيدكم. وباذن الله غدوه رايحه نشارك معكم فيديو لليوم الاول من عيد الفطر اللي ان شاء الله يدخل علينا بالصحه والهنا. جيت لهنا وجدت لهم لا طابل تاع الفطار ودعت لهم فيهم شويه تاع لي غاتو ودعت لهم خبز الدار هو الاساس قطعته ودعته لهم كما قاعدين نشوفوا فيه جا على الكيف يسخف خفيف وما في البنه يهبل وهذيك النكهه تاع المزهر تسخف
بالنسبة لهنا وضعت لهم تاني القريوش تاع السنبلة على خطر يموتوا عليه. لكن حابين اني نشارك معكم الوصفة تاعو نشاركها معكم. راني سبق اني شاركت معكم القريوش على شكل الوردة، وباذن الله لكان عجبكم خليوا لي في الكومنتار الوصفات اللي حابين اني نزيد نشاركها معكم والروتينات اللي حابيني اني نزيد نشاركها معكم. باذن الله راح نشارك معكم كل الطلبات تاعكم ونكون دائما عند حسن الظن تاعكم. إلا كانت أني البنات حابين أني نشارك معاكم اللبسة تاعي تاع العيد وكامل التحضيرات اللي حضرتها بصبحية العيد، ما عليكم غير تخليو لي في الكومنتار وبإذن الله راح نشارك معاكم كامل لي ديتاي تاع اليوم الأول من عيد الفطر. بعد ما خلصنا من هاد الطاولة تاع الفطور وضعتها لهم هكا، وضعت لهم لي غاتو من المقرود كما قاعدين تشوفوا فيه جا يسخف، عسلته وغطيت العتابل تاعي خليتها ورحت لهنا نتهلا في روحي شويه، درت دوش في الليل بعدها. وكما خلصت هاد الدوش راني نكمل في المونتاج تاع الفيديو باش نوضعه لكم باذن الله في هاد الدقائق وفي الليل. ما نلقى اني نقول لكم صحه سحوركم، اليوم ما كانش سحور، اليوم راح نقول لكم تهلاو في رواحكم، عدلوا رواحكم مليح لخاطر هذا اليوم راهو يومكم بعد التعب تاع 29 يوم صوم وزيد تحضيرات تاع الفطور ولي غاتو تاع العيد. اليوم راهو اليوم تاعكم، راهو العيد تاعكم، حضروا رواحكم وصحة عيدكم. غدوة بإذن الله نشارك معكم فيديو.